قوم قوم قومي. ايه مش شايفين الاستاذ عادل معدي؟ يعني المفروض اول ما تشوفوه معدي تقوموا تدوا له التحيه وانتوا واقفين. انت بتضربيني بالقلم؟ انت مالكيش ضربه علينا. اديك بالجزمه كمان. انت ازاي بتتكلمي معايا كده؟ انت أيوة. هتجادلي معايا؟ انا اعمل هنا اللي انا عايزاه. انت هنا حته فرد امن ولا تسوي، شغاله عندي. انت فاهم انت وهي ولا لا؟ ما انا عديش من هنا تاني ونلاقيكوا قاعدين تقوموا تدونا التحيه وانتوا واقفين. بس يا هانم احنا عايزين التحيه واحنا طب قاعدين. ما مستر عادل ما اتكلمش. ايوه انت ازاي والله ترفعي ايدك مستر عادل علينا؟ موكلني هنا، انا هنا اعمل اللي انا عايزاه. اصل بعيد عنك انا لقيتش اجله وانت يعني مش داغيه ولا واخده بالك. فكلي عيش يا سكر وما تجادليش معايا عشان ما اقطعش برزقك. انتوا فاهمين ولا لا؟ فاهمين. على فكره يا ده انا اقول لاستاذ عادل على اللي بيحصل ده. تقول له؟ طب يبقى اقول له. يعني ايه؟ يعني ايه بقول له؟ هي ممكن تعمل معانا منك حاجه؟ لله روحي. لو قلنا له هتعمل حاجه؟ مش عارفه، هو ماسكها زمام الامور في كل حاجه. يعني ايه؟ وده ما يرضيش ربنا، لا دي لا. مفتريه. يعني احنا نتضرب كده ونسكت؟ ليه يا عم؟ هو احنا ما عندناش كرامه ولا ايه؟ هو احنا بناكل من الشارع؟ الحمد لله احنا بناكل من عرق جبيننا، من شغلنا، من شقانا وعرقنا. انا عن نفسي هشتكي لمستر عادل عشان خلاص انا جبت اخري. يا بنت انا لو ضربتك مثلا بالقلم عيبه بس بنت زيها هتضربني انا بالقلم؟ انت معايا ولا لا؟ اكيد انا طبعا. هشتكي لمستر عادل. اكيد. ده كده افتراء، ولازم نقول له الحقيقه. انا مش هخاف منها تاني. ولا انا. احنا نقول له يلا بس بينا. انا لما ياخد لوحده ونقول له لا يلا قدامها، لازم نواجهه يا عم عشان ياخد لنا حقنا. دي مش هتبطل افتراء. لو قلنا له روح كلمها من ورانا يا عالم ممكن تقول له ايه؟ ممكن تغير الكلام، واحنا غلابه يا اخويا هيصدقها. نقول له قدامها. ماشي يلا. يلا بينا. يا عادل بيه السلام عليكم. معلش كنا عايزين حضرتك يعني نكلمك كلام مهم بس قدام مدام اسماء. قدام ايه بقى؟ ايه الكلام المهم اللي عايزين تقولوه؟ يا استاذ عادل احنا بصراحه كده وانت داخل الشركه لما كنا قاعدين انت هتلاقي ولسه هتخاف يا مستر عادل. بصراحة احنا بنتعامل معاملة غير آدمية خالص. السكرتيرة اللي معاك اللي اسمها أسماء دي بتعاملنا معاملة مش آدمية بالمرة، وبتمد ايديها علينا. ضربتني بالقلم وضربتها بالقلم وقالت لي بعد كده لما عادل بيه يعدي تقوم وتضرب وتعظيم سلام وهو داخل. ده غير خصم حضرتك. لو احنا عملنا اي حاجة، ما عملناش حاجة، بتخصم من المرتبات بتاعتنا اللي هي مش حاجة اصلا، وبتجازينا بالايام. يا مستر انت لسه دلوقتي معدي علينا، ما عملتلناش حاجة. هي ضربتنا كل واحد بالقلم. بص حضرتك ايديها عشان احنا ما قمناش وقفنا. ما انا اكبر من كده، مش هقارن نفسي بيكم. انا عملت كل الشركات وعملت كده لحد ما وصلت اللي انا فيه. اللي وصلت له ده له تقديره واحترامه. تمام. انا مش شخص عادي. لو انا شخص عادي ما كنتش كافحت وبقت حاجه كبيره قوي. لازم انا احس ان انا حاجه كبيره في المجتمع. تمام. لازم لما تشوفوني تقوموا تقفوا انتباه. تمام. فاهمين ولا لا؟ يا فندم. هي ما غلطتش، هي عملت الواجب وعملت شغلها اللي بتاخد عليه اجر. يا فندم هي غلط. عملت شغلها ان هي تضربنا حضرتك. ما عشان انتوا زدتوا عن حدكم، مش شايفين شغلكم، ما بتقدروش وما بتحترموش. حضرتك احنا بني ادمين، احنا بني ادمين يعني كلنا سواسيه وكلنا جايين شبه بعض. أيوة. هي بس فرق طبقات. وبعدين يا واحنا فندم. لو كنا في مكانتك، انا اسفه يا علي ان انا بقاطع كلامك، لو كنا في مكانتك عمرنا ما كنا هندوس عليك كده. على فكرة انا ممكن استغنى عنك واستغنى عن الصرصار ده. عارفة ليه؟ انا عشان جايبكم عشان احس بنفسي واحس بقيمتي ويبقى لي قيمة. ابقى وانا ماشي كده الاقي الناس كلها تقف لي وتديني تعظيم سلام. فاهمين؟ طب يا فندم. للاسف يا فندم انت كنت في عيننا بجد حاجه كبيره، وكنا شايفينك حاجه كبيره قوي، وكانت قيمتك كبيره قوي. حتى انا بقول له انا هشتكي لمستر عادل عشان مش هيرضيه حاجه زي كده. بس بعد الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي ما اعتقدش انك في نظري زي ما كنت الاول. شوف يا فندم حد يقف مكاننا. يلا بره بره. ما تستاهلوش النعمة اللي انتوا عايشين فيها. انتوا مالكوش طلب. انا استغنى عنكم. انتوا شوية صراصير وافعصكم بجزمتي. انا بديكم فلوس عشان تقفوا وتطبلوا لي وانا داخل وتزمروا لي كمان لو رست. امال ايه؟ امال هتقارنوا نفسكم بيا زيكم زيي؟ يبقى الفرق ايه؟ يبقى انا ماليش لازمة. خلاص غرتوا في 60 داهية، قطعتوا بنصيبكم. استنى عندك انت وهي. ايه كنتوا فاكرين ان مستر عادل يعني هيطبل لكم؟
ولا هيستغنى عني عشان حضراتكم. قلت لك انت وهو ما تتعنطصوش زياده عن اللزوم، واعرفوا مقامكم، وان انتوا هنا سكيورتي، انما انا مقامي كبير قوي، انا هنا تحت ايده على طول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بقول لك ايه يا اسماء، أيوة. عشان احنا سيبنا الشغل بقى خلاص، احنا ما بقيناش فرد امن. انا مش هضطر ان انا اقلع لبسي وارميهولك كده، اقلعه في بيتي واجيبهولك في ازبالها كيسه. يا اسماء احنا سيبنا الشغل، يا ريت يا حبيبتي بدل اللك الكتير تدينا بقيه حسابنا، عشان احنا اللي مش عايزين نشوفك تاني اصلا. بالظبط كده. حلو قوي. في الاول ما احترمتوش المستر واديتكم بالاقلام وقلت يبقى ده حقه، ودلوقتي بتقل ادبها عليا وبتتعدى حدودها ومش عارفه ازاي تتكلم مع اسيادها. هتعملي ايه يعني؟ ما هقول لك خلاص. هعمل ايه. هتعملي ايه يعني؟ هقول لك هترفعي ايدك هرفع ايدي، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. انت مش احسن مني، يمكن انا هوريكي احسن. مين اللي هيكون احسن من مين. ما احنا لما هنتكلم تترمي في كتير. السجن. احنا عايزين فلوسنا، بقيت حسابنا. مفيش فلوس نعم. ومفيش بقيه حساب. بس ويلا يعني اتكلوا على بس. الله. مش عايزين فلوسنا ومش عايزين بقية حسابنا، بس دلوقتي بقى فيه ان لما شركة او مكان او مصنع يبتز العامل اللي شغال عنده ويستغله ويشغله زيادة ويفتري عليه، بقى فيه دلوقتي قضايا محكومة بأرقام معينة للناس اللي شبه كده. اثبتي. فاحنا نروح. اقول لك على حاجه ابسطها حاجه خالص، الشيكات اللي كنت بمضيكوا عليها ان انتوا قبضتوا كنت بعمل من نسخه 3 و4 و5، يعني يا دوب هغير رقم الشهر اللي احنا فيه واقول لهم استلموا يا بيه اهو هتقبلي مقبضه. على نفسك هقبلها على نفسي. بما ان احنا كده بالسم الهاري. كده حقنا ضايع، صح؟ بالسم الهاري. كده حقنا ضايع. يلا مع مليون الف سلامه بقى. احنا لينا حق. بدون ما تجود يا قطه. مالكوش حق. حق ايه اللي ليكوا ان شاء الله؟ يعني احنا ملناش حق، ايوه قلت لك احنا مالناش حق. يبقى ناخد حقنا بقى. بالظبط. انتوا اتجننتوا؟ دول بقى ده بس اقل واجب. ده القلمين اللي انت اديتهم لنا. يا اسماء يلا. يلا. اقسم بالله ماشي ان ما جامتكوا في السجن ما بقاش اسماء عماد.